تعالى اقول لك ازاي تقضي يوم جامد قوي في فوق، وكمان تتعرف على البلد ونيلها الجميل وناسهم اللي مفيش اطيب من كده، والمآذن والمساجد اللي في كل شبر بتروحوا فوق، والحرف اللي مستحيل تلاقيها دلوقتي في اي محافظه، واكلهم الجامد قوي اللي هتجربه هناك. فحضر لي كوبايه الشاي بتاعتك ويلا بينا نبدا الفيديو. طلعنا من محافظه كفر الشيخ يوم الجمعه الصبح، والجو ما شاء الله كان جميل جدا ومشمس. لحد هنا الجو زي الفل وما شاء الله اللهم بارك. واحنا ماشيين في الطريق منظر الزراعه كان شكله يخطف القلب، ويا فرحه ما تمت اول ما وصلنا على فوق. الدنيا بدات تمطر علينا جامد، وبرق ورعد بقى من اللي قلبك يحبه. وقلت لعبد الرحمن شوف مهما يحصل برضه هننبسط، يعني هننبسط. وصلنا مسجد الفتح بقى عشان نصلي الجمعه هناك، وده واحد من اكبر المساجد اللي موجوده فوق. وما شاء الله اللهم بارك كان كبير جدا وواسع. حضرنا خطبه والشيخ كان بيتكلم معانا عن موضوع مهم جدا، وهو عن كيفيه تربيه الاباء للابناء. واللي لفت نظري ان الامام كان بيتكلم اكتر بالعاميه عشان المستمع يفهم. عايز يوصل الرساله بتاعت الاولاد دي، لان دي مهمه جدا، لان الواقع بتاعنا اصبح غير. خلصنا صلاه الجمعه ويلا بينا نبدا جولتنا. طلعنا بقى نلف في شوارع فوق، والجو كان الحمد لله خلاص بطل شتاء، وطلعنا عند النيل جنب مسجد ابو النجاح.